عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا معاكم اكلات سوسو الاسكندراني. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. النهارده جايلكم في حلقة جديدة ان شاء الله، وصفة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها، كلنا بنعشقها قوي 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 وما بنبطلش نعملها. هي الحمام. عايزه اقول لكم الحمام ده بقى يعني الواحد بيبقى مغرم فيه. بيبقى ليه طعم تاني ومذاق تاني، وفي ناس بقى بتحبه بالرز، في ناس بتحبه بالفريك. انا عن نفسي من عشاق الفريك، يعني احب الفريك بطريقه مش قادره اقول لك. بس يا سولا ده البنبينو بتاعي يا جماعه. فجوزي بقى بيحبه بالرز وعندي يعني قسم بيحبه بالرز وعندي قسم بيحبه بالفريك، فانا هاجي على نفسي واعمله بالرز عشان ما ازعلش حد. هنعمله ايه مع بعضينا؟ انا طبعا تعالوا كده معايا. ده الحمام بتاعنا، بصوا ما شاء الله مغسول كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم دي اصلا زغاليل، دي كانت زغاليل اصلا صغننه كده واحنا ذبحناها. معانا بقى رز. انا عملت الخلطه بتاعت الرز دي قبل كده كذا مره، بدل المره كذا مره، فما رضيتش اعملها معاكم تاني. اخدت بصلايه فرمتها، شوحتها بمعلقه زبده وملح وفلفل، ومعانا الكبد والقنص برضه قطعتها ملح وفلفل معاه يمين وشمال، ومعلقه الرز بمعلقه الملح والفلفل الاحمر، واللون بسيط كده. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين مش مستوي قوي، 3/4 سوا. سايبين بقى الربع الاخير مع شويه الحمام ده. دي زي ما انا قلت لكم زغاليل، مش هتاخد سوا ان شاء الله مع باذن الله يعني. تعالوا بقى كده، انا بحب قبل ما بحشي الحمام يعني اديله بقى رشه فلفل كده، وندخل كده جوه في البطن كده رشه كده. ناخد كده فلفل من جوه يدينا طعم كده وتتبيله، لان احنا لما بنتبل اللحم بيبقى حلو قوي. تمام. هنعمل ايه يا سوسو؟ هنقوله بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه صغيره يا شوشو، بصوا شايفين احنا هنعملوه كده وهنسلقوه ونحمروه ونشوفوه على ترابيزه السفره برضو. شكرا يا شوشو. بصوا نحط بقى الرز كده. طبعا بقى كلنا بنعرف نعمل الحمام واحنا بنستغناش عنه في رمضان. عايزه اقول لكم بقى ان ايه، انا ما وريتكوش الحمام ده وهو صاحي عشان الحمام التاني حصل له كارثه كبيره. تعالوا بقى لما نحكي مع بعض حصل ايه للحمام التاني. صلوا على النبي. احنا كنت مصوره وعامله البرومو بتاع رمضان بالحمام والرومي والحاجات دي الحلوه دي كلها، وكان معايا ارانب كمان بس ما رضيتش اطلع الارانب، هوريها لكم فيديو لوحده. فبعدين بعد ما ذبحنا الرومي وخلصنا منه، ماما بقى بتحب تحط في ميه وخل وليمون الحاجات الخلطه بتاعته دي علشان ما يبقاش فيه دم ولا اي زفاره ولا كلام من ده. حلو الكلام. فالطبق كان كبير لان ما شاء الله الرومي كان الله اكبر 13 كيلو. فاحنا لما بعد ما عملناه سيبنا بقى البتاع تحت في قلب الميه. احنا ذبحناه تحت في المخزن مش فوق في الشقه. سيبنا الكروانه واخدنا الرومي وطلعنا فوق علشان طبعا يتصفى ويتعمل ويتظبط. كان في بقى علبه كده فيها الزغاليل الصغننه دي اللي انا كنت مصوره بيها، سيبناها على جنب ونزلنا. يعني يحصل ايه؟ اتاري بقى الزغاليل دي تطير كده بقدره ربنا الله اعلم ازاي. نزلت في قلب الميه، وطبعا زغاليل صغيره ما بتعرفش تقاوم ولا تطير. لقينا الله اكبر بعد ما نزلنا بعديها بشويه بقى، لقينا الله اكبر الحمام في ذمه الله. وعايزه اقول ان العين حق، العين حق، مش هقدر اقول اكتر من كده. خلينا بقى في الرز بتاعنا. بس ريحه الرز ده ايه جميله قوي 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 ما شاء الله يعني. حبايبي الحلوين، طلعنا بالحمام الحلو ده اهو، شايفين حشيناه بقى ما شاء الله معانا، يعني شايفين جميل ازاي. زغاليل بسم الله ما شاء الله جميله وطريه وهتستوي معانا على طول وهتبقى زي الفل ان شاء الله. عايزاكم برضك تشوفوني وتنتظروني على ترابيزه السفره ان شاء الله، وشوفوا الحمام بقى هنحمره في السمنه البلدي وهوريه لكم بمشيئه الرحمن وهو متحمر في السمنه البلدي بالملح والفلفل. واقدر اقول لكم انتظروني الفيديو الجاي هيعجبكم جامد جدا. باي باي.